لو داخل مشروع جديد وعايز تختار كلادنج ركز معايا عشان هقولك على الغلطات اللي اغلب الناس بتقع فيها. اول حاجه الخامه، ما تختارش اي كلادنج وخلاص، الخامه لازم تكون قويه ومعموله من مواد خام باعلى جوده. تاني حاجه الشهادات، مش اي شركه تقولك ان عندها شهاده لازم تكون معتمده. في شركات كتير بتاخد الشهاده مره واحده تحط اللوجو في كل مكان بس مش بتجدد الشهادات دي ولا بتخضع لاختبارات الجوده مره تانيه. ايه الحل؟ ادخل على موقع الجهه اللي اصدرت الشهاده وتاكد بنفسك اذا كانت ساريه ولا لا. ثالث حاجه اوعى تختار الارخص وخلاص، مش كل الكلادنج زي بعض، واللي بيدفع قليل في الاول بيدفع اكتر بعدين في الصيانه او في التغيير الكامل، والقرار ده بيأثر على شكل المبنى وامانه وحتى التكلفه على المدى البعيد. عشان كده احنا في ايجيبت افريكا بنلتزم بجوده خاماتنا وتحديث شهاداتنا بشكل منتظم. اللي بيشتغل صح مش بس بيبيع لك منتج، ده بيضمن لك راحه بالك كمان. ألومين بار بريميوم and certified.